سنة 1903 عالم عنده 50,000 دولار من الجيش الأمريكي حاول يطير وفشل، وأخوين عندهم ورشة عجل نجحوا يطيروا قبله ب9 أيام. العالم اسمه سامويل لونجلي، أمين متحف سميثسونيان، خريج هارفارد. عنده فريق من المهندسين الكبار وعنده 50,000 دولار من الجيش. وقتها ده كان ثروة، كل العالم كان متوقع إن هو اللي هيطير. في نفس الوقت أخوين اسمهم رايت كانوا عايشين في أوهايو، ما عندهمش جامعة، ما عندهمش فلوس، ما عندهمش فريق، وعندهم ورشة بيصلحوا فيها العجل، وحلم انهم يطيروا. اكتوبر 1903 لونجلي حاول يطير بطيارته قدام صحفيين ووقعت في النهر بعد ثواني بسيطة من الاقلاع. ديسمبر 1903 عاد المحاولة تاني ووقعت تاني. بعد 9 ايام بالظبط الاخين رايت عملوا اول طيران ناجح في تاريخ البشرية. 12 ثانية، 120 قدم، مسافة اقل من ملعب كورة، بس كافية انها تغير حياة الانسان. لونجلي وقف، ما حاولش تاني. الصحف نسيت الموضوع. الاخوان رايت كملوا وطوروا ودخلوا التاريخ. شخص اسمه سايمون سينك اتكلم عن القصة دي بعدها ب100 سنة، يعني من فترة مش بعيدة، وببساطة قال لونجلي كان عاوز يبقى مشهور، الاخوين رايت كانوا عاوزين يطيروا. لما كانت الصحف بتنتقد لونجلي والفلوس مش بتجيب نتيجة، الدافع عنده انكسر. لما الاخوين رايت كانوا بيقعوا ويقوموا تاني، الدافع كان من جواهم. فمش كل اللي عنده موارد بيوصل، ومش كل اللي مش عنده حاجة بيقف. الفلوس بتساعد بس مش هي اللي بتقرر. اللي بيقرر هو انت ليه بتعمل اللي بتعمله. لو الإجابة علشان ابقى مشهور او علشان اكسب فلوس وبس، اول ما الموارد تخلص او الناس تنسى انت هتقف. ولكن لو الإجابة وراها حاجة اعمق، انت مكمل حتى لما الدنيا تقفل او تقف في وشك.